نروح بقى للباك اليمين. الباك اليمين بصراحه يعني بعد المستوى الخرافي اللي قدمه محمد هاني في كاس العالم للانديه، مستوى يعني يدعو للقيء والذعر وكل حاجه ممكن تقولها عايز تقولها قولها. فالاهلي بيفكر جديا في التعاقد مع احمد عيد الباك اليمين للنادي المصري، وهو بالمناسبه برضه الباك اليمين للمنتخب الاولمبي. الواد ده سنه صغير، لعيب ممتاز. الزمالك كان عايزه فتره من الفترات، الاهلي بيفاوض المصري وتقريبا خلاص التفاوض كله على المقابل المادي. ولكن كمان الاهلي بنسبه كبيره يا اما هيبيع يا اما هيعير للمصري عمر الساعي، اللي ما اداش ولا الاهلي اعتمده بشكل كبير خالص. اللعيب يعني مش في حسابات روبيرو بشكل كبير الفتره اللي جايه. فعشان كده الاهلي قرر يا اما هيبيعه ويكون جزء من الصفقه، يا اما هيتم اعارته للمصري، وهنشوف احمد عيد كباك يمين في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. كل ده بقى الاخبار المؤكده. تعال اقول لك بقى الحاجات اللي لسه كلام. يعني حسين الشحات جاي له عرضين من الخليج، والاهلي منفتح بشكل كبير جدا ان هو يا باشا سلام عليكم، طالما انت كده كده شايف انك شبعت بطولات مع الاهلي، يلا يا باشا اتكل على الله، شوف لك بقى قرشين في الخليج وسلام عليكم، حلو قوي كده. فالاهلي بنسبه كبيره منفتح جدا على العروض اللي جايه لحسين الشحات من الانديه الخليجيه. بجد والنبي يا ابو نواف. والله ابشر يا حبيب قلبي تسلم يا حجل وربنا. وربي ابشر.